أهلا ومرحبا بكم. استيقظ سكان ولاية عنابة على منظر مؤلم، وهو وفاة الدكتورة بورسالي فلة متأثرة بموجة البرد في شوارع ولاية عنابة، حيث كانت تفترش شوارع المدينة. الضحية حاملة لشهادة الدكتوراه في تخصص علم البيولوجيا، توظفت أستاذة في جامعة عنابة قسم البيولوجيا. بورسالي فلة فضلت أن تعيش في بلدها الجزائر، فساهمت بخبرتها كأستاذة في جامعة عنابة قسم البيولوجيا، وعملت إطار في عدة مخابر وطنية. وفي النهاية تموت وحيدة في ليلة باردة على أرصفة المدينة في وسط الطريق بين مقر البلدية والولاية. والسؤال يبقى مطروح: أين هو مفوض وزير التضامن لولاية عنابة، كذلك مديرية النشاط الاجتماعي ومديرية الشؤون الاجتماعية؟ إنا لله وإنا إليه راجعون.